ازيكم عاملين ايه؟ انا ايزيس، اهلا بيكم. انتوا اول مره تشوفوني، اهلا بيكم برضه لو انتوا دايما بتشوفوني. في الفيديو ده هتكلم فيه عن كل المنتجات اللي تستخدميها لو انت بتعاني من جفاف في بشرتك، سواء كانت بشرتك جافه مختلطه مايله للجفاف، ممكن كمان تنفع لو بشرتك عاديه وعندك جفاف شديد. ولو انت دهنيه او مختلطه مايله للدهنيه وبتعاني من الجفاف، اتفرجي. بس انا عامله لكم فيديو للبشره الدهنيه بكل مشاكلها في فيديو لوحده، بشوفوه. فالمهم لو انتوا مهتمين شوفوا الفيديو للاخر ويلا بينا نبتدي. اول حاجه هرشحها لكم هو الغسول ده من هايدرنسا. الغسول ده هيبقى مناسب جدا للناس اللي عندها جفاف في البشره او مختلطه مايله للجفاف. يمكن الاجزاء لو انت بشرتك مختلطه، يعني الاجزاء اللي فيها يعني حتت دهنيه هتحسي انها مرتاحه اكتر من الحتت الجافه، بس صدقيني ده العادي، لان الغسول في الاول وفي الاخر هو وظيفته ينظف ويشيل الزيوت الزياده ويسيب الدنيا مترطبه، فهو ده بيعمل كده. فحتى لو حسيتي ان هو يعني في نشفان شويه، ده مش عشان الغسول وحش، ده عشان ده الطبيعي، لان هو لازم يشيل الزيوت الزياده. ففي كل الاحوال هيدرنسا كويس واستخدموه. الحاجه اللي بعد كده برده من هيدرنسا المرطب بتاعهم. المرطب ده مميز جدا في ان هو ينفع للجسم وينفع كمان للوش وينفع كمان للمناطق الحساسه. ممكن ارشحه لكل انواع البشره، بس لو بشرتك دهنيه ومختلطه مايله للدهنيه هتستخدميه بالليل فقط، مش الصبح، عشان هتحسي شويه ان هو تقيل. الميزه فيه كمان ان هو مرطب طبي، فهيبقى لطيف جدا وكمان ينفع للمناطق الحساسه، فممتاز بصراحه وارشحه لكم. الحاجه اللي بعد كده الصابونه دي اسمها كريم 21، ودي انا كلمتكم عليها اكتر من مره الفتره الاخيره لانها بجد خطيره. مبدئيا هي بتنظف البشره كويس جدا جدا. ممكن تحسي انها بتنشف سيكه لان الصابون في طبيعته بينشف شويه عن الغسولات، اوكي؟ فممكن تستخدميها عامه لو مش فارق معاكي حته النشفان البسيطه اللي بتعملها فكره الصابون. لكن لو انت مياله للغسولات استخدمي غسول احسن زي هيدرنسا او اي حاجه من اللي لسه هشرحها يعني. عامة الصابونة ممتازة جدا، بتدي ريحة حلوة قوي اصلا للبشرة، لطيفة لطيفة، وارشحها لكم جدا. وكنت عامله لكم فيديو كامل عن كل انواع الصابون وبشوفوه. بعد كده عندنا المرطب بتاع سانت ايفز، ممتاز 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 لو انت بشرتك مختلطه، بالذات مختلطه مايله للدهنيه او مختلطه مايله للجفاف وعايزه حاجه ترطب من غير ما تحسي بتلزيق، استخدميه. لان هو البشره بتمتصه، فبتحسي ان هو بيدي احساس ساتن. ساتن بمعنى بتحسي ان البشره مترطبه في نفس الوقت مش مزيته. ممكن في الصيف تحسي ان هو بيزيت اكتر من الشتاء، ولكن ستيل هو حلو وتحفه، ويعني من المرطبات المشهوره من قديم الازل، ارشحه جدا بصراحه. بعد كده عندنا المرطب بتاع الهيدرو بوست بتاع اسمها ايه دي، ماي واي. الشكل اللي هو التيوب ده حلو جدا جدا، ده ارشحه للناس اللي بشرتها مختلطه مايله للدهنيه او مختلطه مايله للجفاف، او كمان اللي بشرتهم جافه. المرطب كويس قوي، بس لو بشرتك دهنيه مش هيبقى حلو، ابعدي عنه، لان هو في الاول وانتي بتوزعيه بتحسي ان قوامه تقيل كده. بعد كده اي نعم البشره بتتشربه، بس ستيل بيبقى مش خفيف يعني. ولو هتستخدميه وانتي بشرتك مختلطه مايله للدهنيه استخدميه بالليل بلاش الصبح، بس عامه هو حلو. بعد كده عندنا الميلكي كلانزر بتاع مويست 1. ده عباره عن غسول ميلكي كده، هو بشكل لونه ابيض كده. هو ينفع اكتر ان هو كمزيل مكياج، ممكن تستخدميه كغسول، بس انا في الدبل كلينزنج اكتر. بمعنى ايه؟ اغسليه نضفي بيه وشك من الميك اب كميك اب ريموفر او كفيشل كلينزر، وبعد كده استخدمي الغسول بتاعك. عامه هو كويس جدا، الميزه ان هو كمان مش بينشف البشره، فبصراحه ارشحه. عندنا كمان مرطب السيكا بتاع ديرماكتيف، ممتاز للناس اللي بتعاني من حاجز بشره ضعيف وعندها قشور شديده وعايزه ترطب، ولكن هو مش مرطب نستخدمه يوميا. دي حاجه هنستخدمها عشان خاطر نرمم حاجز البشره، وبعد ما حاجز البشره بتاعنا يترمم هنوقفه ومش هنستخدمه تاني غير وقت الاحتياج، مش بنستخدمه على طول، علشان لو فضلتي تستخدميه هيطلع لك حبوب تحت الجلد. بعد كده عندنا السيرم بتاع الهيالورونيك اسيد من انفينيتي، كويس جدا بنستخدمه وبشرتنا منديه. وبعد كده بستخدم السيرم ولازم اقفل بعدها بالكريم المرطب بتاعي. عامه هو كويس جدا وبصراحه ارشحه لكم. الحاجه بقى اللي بعد كده هو سيرم الهيالورونيك اسيد برضو، بس بتاع اليزافيكا. من احلى سيرمز الهيالورونيك اسيد اللي جربتها تقريبا في حياتي، ويعتبر سعره كويس جدا، فبرضو ارشحه لكم. السيرم الهيالورونيك اسيد زي ما اتفقنا بنستخدمه ازاي؟ لازم البشره تكون منديه، بعد كده نستخدمه، بعد كده نحبس بالكريم المرطب. هو بس مشكلته انه معظم الوقت بيبقى فيه منه كوبي، فلو عايزه تريحي دماغك هاتي بتاع انفينيتي.
بعد كده عندنا ايه؟ المرطب بتاع سكين سايد تحفه، فيه هيلورونيك اسيد، بس ده ارشحه للناس اللي بشرتها كمان دهنيه ومختلطه مايله للدهنيه. ممكن يستخدموه بالليل وممكن تستخدموه الصبح قبل الميك اب. كويس جدا. ولو انت بشرتك مختلطه مايله للجفاف هيبقى برده حلو جدا. من احلى بصراحه الكريمات المرطبه اللي انا عن نفسي كحد بشرته دهنيه بيحبها. بعد كده عندنا المرطب بتاع السنتيلا، ده كويس جدا، بس هتلاقوا ناس بتقول ان هو ينفع للبشره الدهنيه. انا مش بشوف كده، هو فيه شويه زيوت كده فتحسوا ان هو هيبقى تقيل. هو بعد ما بنحطه البشره بتمتصه وكل حاجه بتبقى تمام، ولكن انا مش عارفه ارشحه للناس اللي بشرتها دهنيه. ممكن لو انت مختلطه مايله للدهنيه وبتعاني من جفاف او قله شرب ميه اشربيه. لو بشرتك جافه برضو انا قلت اشربيه، استخدميه. المهم استخدموه لو بشرتكم جافه او مختلطه مايله للجفاف. وكمان بقى استخدموا الاسنس بتاع سنيل ميوسن كويس جدا. بنستخدمه كانه زي الهيلورونيك اسيد سيرم، برضو بنخلي بشرتنا منديه وبعد كده نستخدمه ونحبس بالمرطب. ده بيرمم البشره حلو قوي. لو انتي بشرتك معرضه للحبوب تحت الجلد بلاش منه، عشان ممكن يطلع لك حبوب تحت الجلد. لكن عامه لو انتي بشرتك فيها ديهايدريشن ومحتاجه بجد ترطيب، ما بتشربيش ميه، استخدمي حتى الفتره اللي هتظبطي فيها حال بشرتك، وبعد كده ممكن توقفيه وتستخدميه في وقت. بعد كده عندنا الكريم بتاع الفيتامين اي فروت اوف ذا ايرث، وده كريم مرطب تقيل كده جدا وتحفه جدا. ده ممكن ارشحه للناس اللي عندها جفاف شديد جدا. لو بشرتك دهنيه بلاش، لو بشرتك مختلطه بلاش. غير لو انتي محتاجه ترممي بيه برضو بشرتك في وقت مؤقت وتوقفيه، تحفه جدا للجسم. هو بصراحه كريم لطيف وحجمه كمان ما شاء الله، يعني بيقعد كتير جدا، يعني حته صغننه منه بتكفي الوش كله، بس هو ريحته بصراحه مش حلوه خالص. بس عامه هو كريم. بعد كده عندنا كريم النكست ستريتش بانتينول، وده من مفضلاتي، وده برشحه للناس كلها ما عدا اللي بشرتهم دهنيه يستخدموه بالليل بس عشان هو تقيل شويه. لكن لو انت بتعاني من ديهايدريشن ما بتشربيش ميه كتير، بشرتك فيها نوع من الجفاف، حتى لو انت بشرتك دهنيه ممكن عادي تستخدميه. عندنا الكريم بتاع اليوريا بتاع مويست وان، وده للجسم. نفسي افهم ازاي في ناس متخيله ان احنا ممكن نستخدم يوريا على وشنا. ما نستخدمش يوريا على وشنا. الكريمات بتاعت اليوريا لجسمنا فقط لا غير، بنرطب بيها جسمنا عادي جدا، ومنطقه الاندر ارم بيبقى كويس. الفكره ان في ماده اليوريا انها بتشتغل كنوع من الوقايه والعلاج للناس اللي عندها ستروبري سكين، او اللي هو نمو الشعر تحت الجلد، لانه بيعمل زي تقشير سطحي للجلد كده، يعني اللي هو جلدنا بيشيل منه الطبقه السطحيه، بيعمل زي تقشير خفيف. فهو بصراحه لا كويس جدا يعني. عندنا بعد كده المرطب بتاع الجسم بتاع كريم 21، ممتاز، بيرطب الجسم حلو جدا. انا مش عارفه هي دي براند طبيه ولا براند ايه بصراحه، بس يعني بحاول لسه ادور على الموضوع كده، نسيت مش عارفه ليه، بس هي تقريبا المانيه انا مش عارفه. بس هو عامه مرطب حلو جدا، ريحته مش ريحه مميزه، هي ريحته ريحه حاجه بتشبه الدوف والحاجات دي، بس هو حلو جدا وترطيبه للجسم خطير خطير خطير. وارشحه لكم ان انتوا تستخدموه لو عايزين ترطيب للجسم وريحه كده، ريحه نظافه. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، اشوفكم الفيديو الجاي.